عظمة الخالق في الغراب. تخيل معايا طائر لونه اسود، صوته مزعج، شكله يخوف، بس العلم له رأي تاني. قالك ان ده واحد من اذكى الكائنات اللي ربنا خلقها على وجه الارض. تعال نشوف ليه الغراب مش مجرد طائر عادي، ده اسطورة من اسرار الطبيعة. ذكاء غير طبيعي في مستوى طفل عنده 7 سنين. الغراب مش بس بيستخدم الأدوات، ده بيصنعها بإيده، يفك سلك، يعمله خطاف، ويطلع بيه دودة من حفرة، يحط حجر في مية عشان يرتفع سطحها ويشرب. العلماء بيقولوا ذكاء الغراب بيساوي ذكاء طفل عنده 7 سنين. الغراب مش بس ذكي، ده عبقري، يعرف يحل ألغاز، يفتح أقفال، يخزن أدوات، ويقسم الأكل لبكرة، وده سلوك نادر جدا في الطيور. الغراب كان أول كائن يعلم ابن آدم معنى الدفء. القصة اللي ذكرت في القرآن الكريم لما قابيل قتل هابيل، وقف عاجز مش عارف يتصرف ازاي. ساعتها ربنا سبحانه وتعالى أرسل له غراب عادي جدا في نظرنا، بس بيقدم أعظم درس في تاريخ البشرية. الغراب قعد يحرك الأرض بجناحه ويحفر بمنقاره لحد ما عمل حفرة، وبعدين دفن الغراب وغراب تاني كان ميت عشان يوري ابن آدم. بعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. المشهد ده رغم بساطته كان إعلان إنسانية، درس عملي في الرحمة وفي احترام جثمان الميت، ويبين إن الطائر اللي الناس كتير بتخاف منه كان سبب في تعليم أول سلوك اجتماعي للإنسان على وجه الأرض. الغربان بتعمل محكمة اجتماعية، بتحصل غالبا لما يكون في غراب سرق أكل من باقي المجموعة، اعتدى على وشوش مش بتاعته، خالف نظام المجموعة، بيحصل تجمع، صراخ وتهديد. الغراب عنده ذاكرة خارقة، بتفتكر وشك لسنين. العلماء جربوا حاجة غريبة، لبسوا الباحثين أقنعة وخوفوا الغربان. بعدها ب5 سنين الغربان فضلوا يهاجموا نفس الأقنعة. تخيل، الطيور بتتذكر وش البني آدم وتقدر تميز إذا كان خطر ولا لأ، بيخطط وبيعرف ينتقم. الغراب لو حد أذاه بيعرف شكله وممكن يفضل فاكره سنين. والأغرب بيروح يقول لأصحابه الغربان، فينتشر الخبر ما بينهم كأنها شبكة جواسيس. الغربان بتعمل جنازات، بالظبط كده، تستغربش. الغراب لما واحد من مجموعته يموت الغربان كلها تقف حوالين الجثة وبصوت منخفض كأنها بتعمل اجتماع جنازة عشان تحلل ايه سبب الموت وتتعلم منه. سبحان الله، طائر عنده وعي اجتماعي مش موجود عند كتير من الحيوانات. الغربان عندها لغة كاملة و5 أنواع أصوات. الغراب مش بس بيصرخ، ده عنده صوت للتحذير، صوت للغضب، صوت للأكل، صوت وقت الخطر، وصوت للنداء على شريكه. كمان بيقولوا ان كل مجموعة لها لهجتها الخاصة زي القبائل كده. الغربان عندها وفاء وشريك واحد مدى الحياة. سبحان الله، مع ان شكله يخض إلا إنه عنده ألفة، بيعيش مع شريك واحد طول العمر، وبيضهم بيحتضنوه بالتناوب، وبيربوا الصغار سوا. أخلاق وتنظيم ومسؤولية. الغراب عنده دقة وتحكم في الطيران، عنده جناح معمول بدهاء، يقدر يلف وينزل عمودي ويقفش أي حاجة من على الأرض وهو في الهواء، وكله بتحكم خرافي في عضلاته. عنده قدرة على المناورة في الهواء، سرعة تصل ل 65 كيلومتر في الساعة، ومخالب تثبيت قوية، وعشان كده بيعتبر واحد من أنجح الطيور في البقاء. الغربان منظمة وبتعرف تقسم الأدوار. الغربان وهي بتدور على الأكل بتقسم نفسها مجموعات، مجموعة تستكشف، مجموعة تحرس، ومجموعة تاخد الأكل وتخزنه. نظام جماعي من الآخر. الغربان يا عزيزي لها فايدة بيئية ضخمة. الغربان مش كائنات نحس ولا وحشة زي ما الناس فاكرة، ده عامل كده بالظبط زي عامل النظافة، بتنظف البيئة من الجيف وتاكل الحشرات الضارة وتحافظ على توازن الطبيعة، يعني بالظبط عامل نظافة الطبيعة. فسبحان الواهب الخلاق. تحياتي دكتور المنتصر بالله، طبيب المزرعة.